صباح الخير. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفني من مصر او في العالم العربي في اي مكان. اخباركم ايه؟ الساعة دلوقتي 7:45. طبعا رايح الشغل. زي ما انتوا شايفين الطريق عامل ازاي. صباح الفل، يعني عادي زي اي حتة. المهم، نرجع لموضوعنا النهاردة يا جماعة. جالي ايميلات كتير، ناس عمالة تبعت لي عن حجم الصورة واسئلة كتير عن موضوع الهجرة. حابب اكمل الموضوع في فيديو تاني عشان نقدر نرد على الناس كلها. يا جماعة بعد اذنكم، في موضوع الهجرة العشوائية يا ريت تهتموا بالموضوع شوية وتركزوا فيه للناس اللي هم يعني بيحبوا السفر او نفسهم يسافروا. زي ما انتوا بتتعبوا كده في موضوع الفيزا، وانتوا عاوزين تروحوا تعملوا فيزا سياحة وفيزا دراسة وفيزا عمل وكل الكلام ده، وبتروحوا تشوفوا كورسات والكلام ده. اللوتري مش محتاجة ده كله، بس يا ريت تركزوا فيها شوية. اول حاجة يا جماعة بعد اذنكم، يا ريت الناس كلها تقدم بصور جديدة. نصيحة: قدموا بصورة جديدة، ما تقدمش بنفس الصورة بتاع السنة اللي فاتت. ما تستخسرش الابليكيشن بتروح تعمله ب10 جنيه ولا ب20 جنيه في مكان بره، بس ما تستخسرش. روح تصور صورة محترمة جديدة، خلفية بيضة و... وركز كده وانت بتملى الابليكيشن. حتى لو بتعمله في مكتب، ركز في الاسئلة وحاول تكتب كل حاجة صح، عشان ما تجيش تروح عليك عشان غلطة صغيرة. ركز في الابليكيشن، في البيانات المطلوبة منك، كل حاجة تكون مظبوطة. في مواقع بتعمل لك تيست للصورة، تشوف الصورة مقبولة ولا لا، هتنفع ولا لا، مناسبة ولا لا. بس بياناتك، انت عارف بياناتك لازم تكون مظبوطة. الفيرست نيم، الاسم الاول واسم العيلة، عندك لقب ولا لا، العنوان، تاريخ الميلاد، متزوج مش متزوج. متزوج هتبدأ تحط اسرتك، عندك اولاد بتبدأ تحط اولادك. بوليس ده ولا ايه؟ صباح الفل. المهم تحط البيانات كلها مظبوطة، الصورة تكون محترمة وجديدة، وبس على كده. وربنا يوفقكم يا جماعة. يعني الفكرة بتاعت اللوتري دي فايدتها حلوة جدا. يعني هتبقى، شوفوا انتوا تعبانين ازاي عشان موضوع الفيزا السياحة والدراسة والكلام ده. دي هتسهل ده كله. هتبقى جاي ليجل هنا، هتبقى جاي معاك ورق، معاك الإقامة الدايمة، معاك الجرين كارد. سو فيا جماعة، يا ريت تتأنوا كده وتملوا البيانات صح وتهتموا بالموضوع، عشان لو جالكوا هيبقى خير عليكم ان شاء الله. بالتوفيق يا جماعة. ولو في اي اسئلة ابعتوها لي. طارق ابراهيم.